بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة اصطفى للتوزيع الإسلامي تقدم لكم هذه المادة بعنوان عيد الأضحى لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، أكرمنا بالشرائع والأحكام، بين لنا الحلال والحرام، وخصنا بمواسم الخير وفاضل الأيام، أحل لنا بهيمة الأنعام. أحمده سبحانه ما تعاقبت الشهور والأعوام، أحمده سبحانه ما قصد الحجاج بيته الحرام، وسعوا بين الصفا والمروة وتطوفوا بالبيت الحرام، وصلوا بين الركن والمقام، ووقفوا بعرفة وأفاضوا إلى المشعر الحرام. والصلاة والسلام على رسول الإسلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. الله أكبر كلما لاح برق وأنور، الله أكبر كلما أشرق صبح وأسفر، الله أكبر كلما أطل على الوجود فجر، الله أكبر ما تعاقب ليل ونهار وشمس وقمر، الله أكبر كلما أينع زرع وأثمر، الله أكبر كلما اهتز نبات ويخضر، الله أكبر كلما حج حاج واعتمر، الله أكبر كلما ضحى مضح ونحر، الله أكبر كلما لب ملب وذكر، الله أكبر كلما هلل مسلم وكبر. عباد الله، تمضي الأيام سراعا وتمر السنين تباعا، منصرمة من آجالنا، منقضية من أعمارنا، والمسلم يقف مع مر الأيام وكر الدهور والسنين بموازين عادلة وحسابات دقيقة، فهي مطيته للآخرة وفرصته للعبادة. وإن في تقلب الليل والنهار عظة وعبرة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وكلما مر عام وأتى عيد وقف المسلم مع نفسه، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ونحن نمضي في رحلة الحياة تمخر عباب المشكلات والمصاعب والمتاعب في دنيا ملؤها المتناقضات وملؤها المتباينات. فنحن الآن في فرح وعيد، وبعض الناس في أحزان، والحياة هكذا أرادها الله ناقصة مكدرة، يتقلب فيها المؤمن بين السرور والحزن والفرح والأسى واللذة والألم والمرض والشفاء والموت والحياة، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. يتقلب الإنسان بين الغنى والفقر، وإن المواقف تمر كثيرة، وإن المؤمن لا تنسيه فرحة العيد الغامرة أن يقف بعض الوقفات مع الحياة وتناقضها، وكيف أن الله من علينا بهذا العيد المبارك. فها هو العيد يطل علينا فجره ويخرج علينا يومه، ونحن في هذا المصلى، وإخوانكم بعضهم الآن في المستشفيات مرضى. فالحمد لله الذي عافانا وأكرمنا وشفانا، وأسأل الله أن يشفيهم، فهم من إخواننا من المسلمين، وأن يعافيهم وأن يجمع لهم بين الأجر والشفاء.
بعض الناس يعيده تحت دوي الطائرات وقذف المدافع والرشاشات في بلاد المسلمين، فقدوا بسمة العيد وفرحته من إخواننا من المسلمين، نساء ثكلى وأطفال أيتام ومحرومون من أمة الإسلام على وجه البسيطة. فينبغي ألا ننسى هذه المعاني، وينبغي أن نذكر إخوانا لنا ربما صلوا معنا في العيد السابق قبل شهرين وهم الآن في ذمة الله وفي رحاب الموتى وفي عداد المقبورين. فلك الحمد يا ربنا على تصريف الأمور، ولك الحمد ربنا على اختيارك وما قضيت يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، إن العيد ينبغي أن يقف الناس قبله على واقع الأمة وينظروا ما أصابها من الشرور والآثام وما اجتاح ديارها من حملات التغريب واستهداف الأعراض وزرع الأخلاق السيئة ونشر العقائد الفاسدة في مجتمعاتنا. العراق الآن محتل والمقاومة تشتد، وأسأل ربي جل جلاله في هذا اليوم العظيم المبارك أن لا يرد دعاءنا وأن يخزي عدونا وأن ينصر إخواننا في العراق وفي كل مكان من المجاهدين في سبيل الله. وفلسطين ما زالت ترزح تحت وطئ الاحتلال الغاشم، وأمة الإسلام مكتوفة الأيدي تنظر، البيوت تهدم والقتلى والشهداء كل يوم يمضون إلى الله. اللهم لك الحمد على عافيتنا، اللهم لك الحمد على ما عافيتنا، وانصر ربنا إخواننا. أما سلام السودان القادم بمخاطره ومخاوفه فإنه ينبغي أن يواجه بوعي وببصيرة وبعلم وفقه. إن السلام قادم ويحمل في طياته معاني الانفلات القيمي والانسلاخ الأخلاقي من قيم الأمة، ولكن على الأمة أن تعي دورها وأن تعرف رسالتها وأن تعلم أن الله لا ينصرها على عدوها إلا بانكفاء نحو الذات تربية وإعدادا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيها الأحبة، لنا أسرى في غوانتنامو لهم بعض أعوام من أمة الإسلام وشباب المسلمين أخذوا قهرا وهم الآن أسرى. أسأل الله أن يفك أسرهم وأن يحل قيدهم. يا أمة الإسلام، إن هذا الواقع الأليم الذي نعايشه سببه ضياع هويتنا وضعف انتمائنا لديننا. وإن معاني العيد ولا سيما ونحن نقف مع إبراهيم الخليل الذي كان على التوحيد وعلى الاعتقاد الصحيح، وهو طريقنا في بناء المجتمعات ونهضة الإنسان والرقي والحضارة والتقدم، أن نكون على اعتقاد صحيح وإيمان لله قوي. إن العقيدة الصحيحة تعني أن تتعبد الله جل جلاله ذلا وانكسارا، تعبدا ورقا، توكلا واعتمادا، وضعفا وفقرا بين يديه سبحانه. إن الاعتقاد الصحيح يعني صرف العبادات لله جل جلاله وتجريد التوحيد له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لما ضعف توكل الناس واعتمادهم وتعلقهم ولجوءهم لله جل جلاله أصابنا ما أصابنا. فهل للعقيدة أن تحيا وهل للإيمان أن يثور في نفوسنا؟ أيها الأحبة، إن إبراهيم كان إماما للموحدين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإن قول الله وما كان من المشركين يعني أنه ما كان يصرف عبادة من عبادات القلب الخشية
والرغبة والإنابة والتوكل والحب والاعتماد والتعبد والتقديس والتأليه والتمجيد والذكر والشكر والتأليه والحب، كل ذلك ينبغي أن يكون لله الواحد الديان. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أيها الناس، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. عباد الله، إن من معاني العيد، ونحن نقبل على أضحية بعد قليل، إن من أجل معاني هذا العيد ونحن نقف في هذا اليوم الأغر السعيد من أيام الله، إنه يوم من أيام الله، وذكرهم بأيام الله، إنه يوم الحج الأكبر الذي برئ الله فيه ورسوله من المشركين. في هذا اليوم المبارك الأغر السعيد أقف وقفات. الوقفة الأولى: المعاني الحية والقيم القوية تمضي على مر الدهور والأزمان، لا تموت، كما لم تمت سنة إبراهيم، ولم تمت سنة هاجر، ولم تمت مشاعر إبراهيم عليه السلام، فإن الدين يبقى، وإنما كان لله كان متصلا. ولذلك ينبغي أن نركز على هذا المعنى. إن إبراهيم ما الذي جعله على هذه الدرجة العالية؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإبراهيم الذي وفى العقيدة صلة، ووفى الرحم صلة، ووفى الجيران إحسانا، ووفى الشرائع عملا، والأحكام تنفيذا، والولد تربية. وإبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما الذي رفع إبراهيم عليه السلام هذه الدرجة العالية؟ إن إبراهيم كان على اعتقاد صحيح. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إن إبراهيم كان على ملة التوحيد، كان قوي التوكل والاعتماد على الله، وإلا ما ترك زوجة وولدا صغيرا في صحراء بين جبال عالية ومسالك وعرة وطرق صعبة. وإن هذا يدل على قوة اعتماده وتوكله. وكان كثير الدعاء والرغبة فيما عند الله. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ لما بشروها، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم منيب. والأواه هو الذي يدعو الله بحزن وانكسار وضراعة وتقرب وتزلف وتملق لله عز وجل. إن إبراهيم الذي مر بابتلاءات كثيرة لما ألقي في النار، ويا سبحان الله، إبراهيم الخليل بقيت معانيه لما دعا الله قائلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وها نحن الآخرون نقول في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بقي ذكر إبراهيم داويا مجلجلا على مر الدهور والأزمان. الطاعة تبقى، وما كان لله لا ينقطع. ولذلك إن عملت الخير وسعيت في الطاعة، إن مات جسدك لا تموت ذكراك. وجعل الله لإبراهيم عليه السلام ثناء حسنا وذكرا محمودا واسما عاليا، كما جعله لرسولنا صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فكم من مؤذن يشق عنان السماء في اليوم والليلة 5 مرات
أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن إبراهيم مر بابتلاءات عظيمة، وكان يجتاز الابتلاء. لما ألقي في النار، ألقي في نار وأضرمت على مر الشهور والأزمان، وكان كل من يريد أن يقرب لإلهه شيئا يأتي بالحطب ويضعه حتى صار الحطب كأمثال الجبال. وأوقدوا النار، ولأن النار مشتعلة ألقوا إبراهيم عليه السلام من المنجنيق في النار من على بعد، والنار مشتعلة ولا يرى الناس ما بداخلها. مكث إبراهيم عليه السلام في النار 7 أيام. 7 أيام. خاطب الله النار: قلنا يا نار كوني بردا، وأضاف سلاما، لأنه ربما مات من شدة البرد داخل النار، ولذلك حتى لا تضره النار ولا يضره البرد قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. ولو لم يقل على إبراهيم لصارت كل نار في الدنيا باردة لا ينضج تحتها، لا ينضج الطعام فوقها. ولذلك قال: على إبراهيم أبطل الله السنن وقطع الله الأسباب. وإبراهيم لما ألقي في النار ضج أهل السماء، قالوا: خليلك في النار. قال: إن استغاث بشيء منكم فقد أذنت له فأجيبوه، وإن لم يستغث إلا بي فأنا وشأنه، أنا وشأني معه. فلم يستغث إبراهيم بجبريل لما قال: لا لك حاجة، قال: أما إليك فلا، وأما ربي حسبي الله ونعم الوكيل. قال صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم وهو في النار. إن قوة التوكل والتوكل المطلق والاعتماد الكامل والتعلق التام والحب والانقياد والتسليم لله هو الذي جعل إبراهيم على هذه الدرجة وعلى هذه المنزلة. كان إبراهيم يقول: ما من أيام كنت فيها سعيدا كأيام التي كنتها في النار. كان مطمئن حتى ولو خرج من النار. الذين خارج النار من الحكام والملوك والجنود ينتظرونه ليبطشوا به، ولكنه يثق في الله ويعظم الله ويجل الله ويعلم أن الله لا يخزيه أبدا. ثم ربى إبراهيم. وينبغي أن نقف مع معاني تربية الأبناء. أين أبناؤنا من المساجد؟ أين فتياتنا من حفظ القرآن؟ أين شبابنا وصغارنا من الصلاة في المسجد؟ إن إبراهيم عليه السلام أحسن التربية، وينبغي أن نحسن التربية. أيها الأحبة، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، ليس الأمر في استجابة إبراهيم، ليست الغرابة في استجابة إبراهيم عليه السلام لأمر الذبح، ولكن الغرابة في مباشرته الذبح بنفسه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. أما هاجر أتاها الشيطان وقال لها: يا هاجر، لماذا أخذ إبراهيم ولده؟ أخذه ولم يكلم الأم. تكلم وقال لها: ولد تعال. ساقه بعيد من أمه. قال: الله قال لي أضبحك. قال: أضبحني طوالي. الشيطان مشى الأم. قال: أزود ساقه ليه؟ قالت: والده. قال: يقول ويزعم أنه يريد ذبحه، بيقول دار يذبحه. قالت: ولما يذبح ولده؟ قال: يقول بأن الله أمره بذلك. قالت: إن كان الله قد أمر الخليل فليجب. حتى الأم على درجة عالية. إن مثلث التربية القائم على الولد وعلى الأم والذرية مثلث أحيانا بعض أضلاعه مفقودة. أحيانا يكون الوالد على خير والأم على استقامة، ولكن يكون الولد على غير ذلك. وأحيانا تكون الأم طائعة عابدة وزوجها على غير ذلك. وإن التربية تكتمل لما يكتمل المثلث. وهنا لا بد من معنى عظيم. لماذا أمر الله إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل؟ أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل لأن إبراهيم خليل، ومنزلة الخلة لا تقبل أدنى مزاحمة في القلب
ينبغي أن يكون القلب كله مع الله وكله لله. ورزق إبراهيم إسماعيل على كبر بعد 80 فتعلق به تعلق الوالد بولده، وأراد الله قلب إبراهيم له فأمره بذبح ابنه إسماعيل، فلما استجاب ووضع السكين كانت المحبة التي أراد الله ذبحها قد ذبحت. إذن ذبح الله إسماعيل معنا في قلب والده، فلم يكن هنالك داع لذبحه حسا بعد ذلك. وهنا جاء الأثر يقول الله: يا إبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أيها الأحبة، هذا المعنى الثاني. أما المعنى الثالث، ونحن نقف يوم العيد أيها الأحبة نقف مع الأرحام ومع العفو والتصافح. إن هذا المشهد وهذا الاجتماع الذي ربما لم يتحقق لأهل هذه المنطقة من قبل من كرم الله ونعمته أن يتلاقى الناس في المصلى وأن يصلوا صلاة مهيبة مشهودة يظهرون عظمة الإسلام وجلال الدين ويظهرون قوة الشعيرة ويظهرون التراحم بينهم. فيا أيها الأحبة، إن يوم العيد يوم تصافح بالقلوب وتصاف بالأفئدة قبل أن تلتقي الأيدي. إنه ليس يوم ابتسامات صفراء، إنه يوم الصدق والحب للناس جميعا. إنه يوم المحرومين وإنه يوم الثكالى. هذا عني وهذا عمن لم يضحي من أمتي. البشير النذير صلى الله عليه وسلم رحمة بالمساكين يضحي عنهم. إن اليوم يوم فرح فلا تكتموا فرحا أحل الله لكم إظهاره ولا بهجة أراد الله لكم أن تعلوا. اليوم يوم الأطفال، أحباءنا صغارنا أن يجروا وأن يبهجوا. اليوم يوم الأرحام ويوم الصلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه وتبسم. قالوا: رأيناك قد تبسمت يا رسول الله. قال: عرض علي مشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد في يوم القيامة أراه الله أمامه. قالوا: وما المشهد؟ قال: رجل يأخذ برقبة ظالمه في عرصات القيامة يوم يقضي الله بالحق، يوم لا استئناف ولا محكمة عليا، يوم لا تضيع الحقوق، في يوم لا يظلم ربك أحدا. يأخذ برقبة ظالمه ثم وقف أمام الله وقال: يا ربي خذ لي حقي من هذا الظالم. والظالم قد استكان له، وإن كان في الدنيا رئيسا أو في يوم من الأيام ملكا وعظيما، لكن يوم القيامة لا ملك إلا الله ولا قاضي إلا الله، هو مستكين. قال الله للعبد المظلوم: انظر أيمن منك، فنظر فرأى جنات جميلة، ثم رجع إلى الله قال: رأيت، ولكن خذ لي حقي من هذا الظالم. أبدله الله جنة أخرى، قال: انظر إليها، فنظر ثم عاد قال: رأيت، خذ لي حقي من هذا الظالم. قال الله له في الثالثة: انظر أيمن منك، فرأى جنة لم يرى مثلها، فنسي المظلوم قضيته. قال: يا ربي أي جنة هذه؟ قال: جنة عدن التي خلقها الله بيده، جنة عدن التي خلقها بيده. قال: لمن يا ربي؟ قال: لعبادي. قال: ومن من عبادك يملك ثمنها؟ دخل في حديث مع الله ونسي المظلمة.
قال أنت تملك ثمنها. قال وما ثمنها؟ قال عفوك عن رقبة أخيك. قال قد عفوت عنه. قال الله له لن تكون أكرم مني، خذ بيده وادخل الجنة معه. هنا قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أصلحوا ذات بينكم، ربكم يصلح ذات البين في عرصات القيامة. يوم القيامة والحقوق مثبتة، ربنا بيصالح الناس. أصلحوا ذات بينكم، ربكم يصلح ذات البين في عرصات القيامة. فلا تضيع أخي المسلم بقطيعة رحم أو بمعاداة لمسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بهجة اليوم ولا فرحته. لا تضيع أجر اليوم، إن أيام العشر تتويجها اليوم. وما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها في ميزان الحسنات، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا بها نفسا. إن هذا اليوم ينبغي أن يتعافى فيه الناس. وأحذرك أخي المسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في سنن أبي داود من رواية حجر بن أبي حجر الصحابي رضي الله عنه أنه قال من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. وإني لأسمع أن بعض الأشقاء بينهم قطيعة لمدة 3 سنوات، أولم تمر عليهم أعياد مباركة ومناسبات سعيدة. أي قلوب هذه القلوب القاسية التي قطعت الأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أحبتي في الله، بعض أحكام الأضحية التي قد يحتاجها الناس. أولا أيام الذبح يوم العيد، وعند جمهور العلماء يوم العيد ويومان بعده، ويجوز الذبح ليلا ما كان في اليوم واليومان. والقول الراجح عندي هو قول المالكية أن يوم العيد، قول الشافعية أن يوم العيد يوم ذبح و3 أيام بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم كل منن منحر وكل أيام التشريق ذبح، والأيام التشريق 3 أيام بعد العيد. فمن أراد أن يؤخر أضحيته إلى 3 أيام العيد جاز ذلك له، شريطة ألا أن يذبح ذلك قبل غروب شمس اليوم الرابع. ثم يجوز للإنسان أن يتصدق من أضحيته وأن يدخر منها وأن يطعم منها الناس. وأما الذبح اشترطت المالكية أن يكون بعد ذبح الإمام، ولكن القول الصحيح أنه بعد الصلاة، فلا ترتبطوا بإمامكم في الأضحية. وإن اشترطت المالكية ذلك اشترطوا الصلاة والخطبة وذبح الإمام. وإن سلمنا فإن الإمام المعني هو الحاكم الكبير وليس الإمام الذي يصلي بالناس، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقف أضحيته يصلي وينحر أمام الناس ثم يأمر الناس أن ينحروا بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أختم الخطبة بوصايا جامعة. الوصية الأولى لنسائنا وفتياتنا: إن الله يأمركن بالحجاب ويسألكن عن العفاف. ويا أيتها الأمهات لتكن كل واحدة حريصة على بنتها. إن الطالبات التي نراهن في الجامعات يلبسن الضيق ويتبرجن ويرتدين الشفاف إنما هن انحدرن من أرحام أمهات المؤمنات وخرجوا من أصلاب رجال المؤمنين. فلا بد أيها المرأة أن تواجهي أعداءك بالوعي بالدين والصلاة والاستقامة. يا أمة الله، إن الله كرم المرأة، وإن الإسلام رفع من قدرها فلم يجعلها سلعة تبتذل في وسائل الإعلام أو تتعرى على صفحات الصحف والجرائد، إنما قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن
فلا يؤذينا. ووصية الثانية لشبابنا سواعد أمتنا وذخر ديننا الذين ننتظر منهم الكثير: اتركوا الملاهي وانصرفوا عن اللغو واللهو، هذا لا يليق بكم. يا شباب الإسلام، أنتم أصحاب رسالة: قضوا الصلوات في جماعة، احرصوا عليها في وقتها، اقرأوا القرآن، كونوا على أخلاق، بروا الوالدين، أحسنوا إلى الجار، أكرموا الكبير، وقروا الشيخ، كونوا على مروة وعلى شهامة ورجاء ورجولة وفتوة وإقدام. يا شباب الإسلام، كفاك لهوا وضياعا وتبذلا وتقليدا للكفرة والفجرة. يا شباب الإسلام، دع الفنانين جانبا والراقصين واللاعبين جانبا، اقتدي بالصحابة وبالأنبياء والرسل، وكن كإسماعيل لوالده إبراهيم، كن لوالدك كذلك، كن طائعا لله. ورسالة الثالثة ووصية الثالثة لكل مسؤول وصاحب قلم وفكر وولاة أمر: أقيموا الدين في الناس. إن السودان يحتاج إلى شيء واحد، يحتاج إلى الحل القرآني. جربوا الحل القرآني ولو مرة. يا ولاة أمرنا، ما لنا نرى كتاب ربنا سجين. وأجهزة الإعلام تنطلق إلى القائمين على أمر المناهج ألا تغير، وإلى القائمين على أمر أجهزة الإعلام أن تضبط. يا ولاة أمرنا ويا حكامنا، يا كل مسؤول في موقع، اتق الله في موقعك واخدم الدين من خلال منصبك. أيها الأستاذ الجامعي، كن مربيا لأجيالك، علمهم الدين والأخلاق قبل أن تعلمهم الفيزياء والطب والهندسة والقانون والاقتصاد. إلى المفكرين في الأمة والعلماء والمصلحين ألا ييأسوا وألا ينقطعوا، وأن يقوموا بدورهم دورا عظيما في الأمة. أوصيكم أيها الأحبة بمكارم الأخلاق من الصلة والإحسان إلى الجار وبر الوالدين والصلاة في الجماعة، حافظوا عليها، إنها عماد ديننا. أكثروا من الصدقة في أيام وعصر أكثر ما يحتاج فيه الناس إلى الصدقة. الفقر في بلادنا والحرمان والجوع والمرضى في أمتنا. يا أمة الإسلام، أحرصوا على الصلاة وكونوا عليها، هي عنوان ديننا ومعنى استقامتنا ودلالة على جديتنا. أدوها في جماعة وكونوا على الخير دوما. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم إنا نبتهل إليك ونتضرع إليك في يوم من أجل أيامك وأعظم أيامك، في يوم الحج الأكبر يا رب العالمين، أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحمي بسلطانك هذا الدين يا رب العالمين. اللهم رد الشباب إليك ردا جميلا، اللهم رد الشباب إليك ردا جميلا. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين وأعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبون. مع تحيات مكتبة الصفا، الفطوم، شارع السيد عبد الرحمن، تقاطع.